مولاي وسيدي، ليس لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى. فإلى من أفر إن لم تحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن لم تقبلني، وباب من أقرع إن تكلني، ومن أتمنع به إن لم تكن لي. فاللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وأحسن اللهم عاقبتي في الأمور كلها. اللهم لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا، واكفني اللهم جهد البلاء وسوء القضاء، يا مولاي ويا سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جالكم في فيديو جديد ويوم جديد، كل طاقة ايجابية، كل شغل في شغل ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينال رضاكم. اهم حاجة بس يا ست الكل، استعيني بالله وصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك ويقويك على مهام يومك. بتعملي ايه بقى كده يا جيهان؟ عايزه اقول لكم عندنا فيديو النهارده كله نشاط، كله حيويه، تحدي الكسل والسقعه، وبصوا تحدي كل حاجه ممكن تتخيلوها. الصاله بتاعتي كان منظرها كده بصوا وحش ومش كان عاجبني، فقلت بقى بالمره طالما انا عايزه اشيل المساند، عندي كام سجاده كده متسخين بصراحه ومحتاجين ان هم يتغسلوا. هفضل كل يوم اقول الجو ساقعة، لأ مش عارف إيه، لأ أنا نويت خير كده واستعنت بالله، وقمت وقلت أما أشوف كل اللي ورايا إن شاء الله بإذن الله هاعمله. بلاش كسل، بلاش بقى كده فرهضة من السقعة دي بقى وننزل تحت البطانية. لأ بصراحة أنا من نوعية يا بنات لما إيدي بتتحط في أي شغل بصراحة بدفى، السقعة اللي عندي كلها بتروح. إنما طول ما أنا قاعدة كده كان في حتة أحس إن أنا سقعانة وأحس إن أنا متكتكة في بعضي. استعنتِ بالله كده وصليت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. أهم حاجة كده حبيبة قلبي، الفيديو ده كده محتاج منِّك دعم، محتاج منِّك لايك جميل كده، محتاج كومنت قمر زي كده تشجعيني وتحفزيني عشان أقدر أستمر وأقدر أكمل كده معاكم بأمر الله. عايزة أقول لِك يا ست الكل، لو أنتِ وراكِ أي حاجة بأمر الله، بأمر الله عليكِ، هتقومي كده تخلّصي الفيديو وتقومي تشوفي كل اللي وراكِ. البت جيهان مش أشطر منِّك ولا حاجة، بس أنتِ محتاجة دفعة بس، محتاجة دفعة بس إن أنتِ تقومي كده وتستعيني بالله. قومي كده استعيني بالله وقولي يا رب عيني يا رب قويني، اطلبي العون من ربنا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيعينِك وهيقويكِ على مهام يومِك. ربنا يا رب يجبر بخاطركم بحق ما أنتم دايمًا بتجبروا بخاطري، بكومنتاتكم الجميلة، بلايكاتكم، بدعمكم معايا، ما تحرمش منكم أبدًا، أبدًا. يا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. ويا رب كده يجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وبين إيديكم يا حبايب قلبي. عايزة منكم بقى كده دعوة حلوة لأختنا حبيبة قلبنا أم إسلام، لأن بصراحة يا بنات بقى لها شوية كده تعبانة. بالله عليكم عايزة كده كل اخواتي اللي يدخلوا على الفيديو كده ويسمعوا الفيديو يدعوا لها إن ربنا يشفيها ويعفى عنها ويبعد عنها أي شر يا رب، اللهم آمين. ربنا يشفيك يا أم إسلام يا حبيبة قلبي، ويشفي أمراض المسلمين أجمعين، ويشفي كل مريض بيتألم يا رب، اللهم آمين. وطبعا أنا برحب بكل حبايب قلبي وإخواتي وصحابي اللي معايا في القناة، بجد انتوا دايما مشرفيني ومنوريني وجابرين بخاطري كده ورافعين راسي، ربنا يكبر خاطركم جبر ان يتعجب لها اهل السماوات والارض، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينصركم ويبعد عنكم اي شر واي مكروه واي حاجه وحشه يا رب، اللهم امين. المهم كده يا حبايب قلبي، شلت بقى السجاده نفضتها وشلت السجاده الطويله التانية وكومت كده المساند كلها عندي في الطرقه، وقلت بقى اما اشيل كده التراب اللي على الارض عشان بقى ايه استعين بالله كده بقى ونبدا المعركه بتاعتنا. عايزه اقول لكم الفيديو ده جميل جدا جدا، بس هيحتاج منكم دعم بس يا حبايب قلبي. اوعوا تنسوا كده دعمكم ليا، اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. حطيت كده اول حاجه السجاده التقيله دي لانها كانت تقيله قوي وكانت متسخه قوي، فقلت ايه لو سبتها في الاخر انا هتعب وهاجي فيها مش هقدر اغسل، لا انا هاخد الكبيره اللي محتاجه غسيل دي اخليها كده في اول المجهود احسن. المهم كده بدأت ان انا املى ميه واحط، انا جبت يا بنات خرطوم من فتره، جيت احطه في الحنفيه بتاعه الحمام ما نفعش خالص، فرجعته تاني. فنفسي اشوف حل كده ان انا يبقى ليه خرطوم يعني احطه كده في حنفيه الحمام
ولما اجي اغسل سجاد اوصله كده واغسل بيه السجاد، بدل ان انا افضل اشيل ميه واحط ميه كده. جبت بقى كل المساحيق اللي عندي، حطيت بقى شويه اوكسي وباهي اللي على بعض دول، وحطيت شويه كلور ابيض كده، وهحط شويه عجينه وشويه برسيل جل وشويه صابون مواعين من اللي هو العادي ده. اي حاجه عندك حطي منها يا حبيبه قلبي. عايزه اقولك السجاد بتاعي كان على السطح اللهم بارك بجد يا بنات، اللهم بارك. كان فله كده شمعه منوره. ربنا يا رب كده يدينا الصحه ويدينا العافيه، ونفضل كده نخدم بيوتنا ونخدم اولادنا يا رب العالمين. وربنا كده يا رب يعين كل واحده على حالها، ويقويها ويبعد عنها اي شر واي اذى يا رب. المهم كده بقى جبت الشفشق دوت. الشفشق ده طبعا مش بنشرب فيه ولا حاجه، الشفشق ده قديم كنت مطلعاه من الكراكيب بتاعه المطبخ، ولقيته مكسور حته صغيره كده، فقلت اسيبه كده وانا بغسل سجاد وانا بعمل اي حاجه اعمل بيه، يعني ايه هينفعني برضه. بدات بقى كده ان انا احط المسحوق بتاعي اللي انا حاطاه كله على بعضه. الخلطه دي يا بنات، الخلطه دي جباره، بتخلي السجاد بتاعك كده بصوا ما شاء الله النظافه كده باينه عليه. طبعا لو كان عندي بقى شويه معطر يا بنات كنت حطيتهم برضو في الخلطه دي، بيدي السجاد ريحه حلوه قوي. بس انا قلت بقى مش هوقف نفسي وانا مش قادره انزل بصراحه اجيب حاجه، فقلت بقى مش هوقف نفسي. طبعا انا بحب اعمل الكرور، بجيبه تركيبه كده وبحب احلها انا مع نفسي. بس ما كانش عندي، فبعت بنتي كده جابت لي اللي في الازازه ده ب5 جنيه. قلت لها روحي كده يا سلمى جيبي لي ب5 جنيه كلور وتعالي. جابت لي بسرعه كده وجت لحد ما انا ايه شلت الحاجه كده. عايزه اقول لك يا حبيبه قلبي، لو انت كده لسه ما نويتيش خير وعملتي حاجه، قومي كده استعيني بالله واعملي الحاجه اللي انت عايزاها، بدل ما تيجي تقعدي كده تكسلي وتعملي في رمضان. رمضان يا بنات كده عايزنا ان احنا بقى نصوم ونصلي ونعبد ربنا ونشوف. يعني بصوا رمضان ده مش عايز الواحد يضيع وقته بقى في الغسيل والمسيح والكنيس، والله بجد بلاش تعملوا كده. خلي كده بيتكم يكون جاهز كده على سنجة 10 قبل رمضان. وبإذن الله بقى نعمل اللي احنا بنعمله ده امتى؟ قبل العيد كده بإذن الله. انا بحب يا بنات ابدأ في الشقة بتاعتي قبل العيد، انما انا بصراحة قبل رمضان بكام يوم ما بحبش اعمل اللي انا بعمله ده. باحب تبقى الشقة بتاعتي خلصانة وجاهزة ومفروشة. ليه؟ لإن هيبقى تعب عليّا إن أنا أعمل في أول رمضان، وأعمل تاني قبل العيد بكام يوم أو بأسبوع، فحرام عليّا إن أنا أعمل كده. المهم يا حبايب قلبي فضلت كده بقى أغسل السجادة بتاعتي. عايزة أقول لكم أنا كنت كمان بافصل الكاميرا، وكنت بافك الفرشة بتاعتي دي، وكنت باوطّي كده باعمل كمان، عشان خاطر أتملّك كده وأعمل كده عمايل يعني زي الناس، زي الكتاب ما بيقول. عايزة أقول لكم السجادة دي كانت متسخة أوي يا بنات، كان باين عليها أوي ال الوساخة اللي فيها. وأنا قُلت لأ، أنا هافضل ساكتة لحد إمتى؟ لأ، أنا هاغسلها. بصراحة جوزي لمّا بيكون موجود ربنا يبارك لي فيه ويخلّيه لي يا رب، يبقى يساعدني في السجاد. بس بصراحة كان عنده شغل، فقُلت لأ، أنا هافضل مكسّلة نَفْسي، وبعدين هو بصراحة ما بيحبّش يبقى قاعد في البيت والبيت يبقى كُلّه مَيّة كده وكركبة. فهو يا دوبك مشي من هنا، بدأت في الكلام ده يا بنات بعد الضهر. بعد الضهر على طول بدأت في الحاجات اللي أنا باعملها دي. الكلام ده يا بنات كان يوم الحد، أنا باسجّل معاكم الفيديو النهارده الاتنين، يعني أنا غاسلة السجاد ده امبارح الحد. أول ما جوزي كده مشي بعد الضهر على طول بعد الغدا على الساعة 14:00 كده أو الساعة 14:30، بدأت بقى كده أغسل. عايزة أقول لكم أنا خلّصت يا بنات الساعة 17:00 أو 17:30. بس بقى أول ما خلّصت فضلت بقى أترعش وسقعت وتلّجت في بعضي كده. كانت يعتبر أكتر حاجة مشكلة بالنسبة لي السجادة دي يا بنات. السجادة دي يا بنات ساعة ما كنت بقى جاية أطلّعها على السطح، عايزة أقول لكم كانت تُهمة، كانت تقيلة أوي، أوي بصراحة. بس قُلت يا رب عِنّي يا رب قوّيني كده، وإن شاء الله بإذن الله ربنا عني وقوّاني. وطلّعتها كده ونشرت السجاد بتاعي كلّه. كان نِفْسي بصراحة أصوّره لكم، بس كان الجو بقى كان ضلِّم كده، ما عرفتش بصراحة أصوّره لكم وأنا ناشراه على السطح. هاشيلها بقى كده، مش هاستكفى طبعًا بالشطف ده يا بنات. أنا هانيّمها كده في الحمام وهافتح عليها الحنفية بقى وبالجردل كده وهاشطّفها تاني. يعني أنا مش هاستكفى كده بشوية الشطف اللي أنتم شايفينهم دول. بس أنا مش عايزة الدنيا تعمل معايا مَيّة كتير، عشان لا قدّر الله ما تدخلش معايا في الأوض. عايزة أقول لكم أحسن حاجة في الصالة بتاعتي دي إنها واطية من الآخر، فالمَيّة كلّها كده بتُقف عندي في الآخر كده، يعني بتثبت في الآخر ما بتدخلش الأوض. بس لمّا آجي بقى أزُق المَيّة على الحمام بتدخل بصراحة عندي في أوضة الأطفال. فأنا كان عندي الحافظة بتاعتي كانت مش نضيفة، فطبّقتها كده وحطيتها قدّام أوضة الأطفال، لإن طبعًا أنتم عارفين أنا عاملة روتين قوي جدًا، روتين عميق يا بنات في أوضة الأطفال. الفيديو اللي كان قبل ده لو أي أخت حبيبة قلبي كده ما شافتش الفيديو، يا ريت كده يا حبيبة قلبي تلف لفة في القناة، وأنا واثقة ومتأكدة إن هي هتعجبِك بإذن الله.
عايزه اقول لكم الفيديو ده حلو قوي يا بنات، وهيشجعكم كده وهينشطكم وهيخليكم كده تتحدوا الكسل والسقعه اللي احنا فيها. ربنا يا رب يجبر خاطركم ويجازيكم كل خير، وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب. ويا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق يا رب، اللهم امين. ويجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم يا حبايب قلبي. عايزة بقى ارحب بكل اخواتي واصحابي الجداد اللي معايا في القناة. بجد شرفتوني ونورتوني، وجودكم على راسي من فوق. وكل حبايب قلبي واخواتي واصحابي اللي معايا في القناة من يوم ما فتحت، دايما يا حبايب قلبي مشرفيني ومنوريني، ودايما كده جابرين بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم كده بحق ما انتوا بتكبروا بخاطري يا حبايب قلبي. شايفين بقى يا بنات الميه متسخه خالص ازاي؟ عايزه اقول لكم والله كمان وانا بشطفه جوه كنت يعني كنت برجع اعيد عليه تاني. فالحمد لله بجد ان انا عملت كده يا بنات، الحمد لله ان انا خدت الخطوه دي. نشفت بقى الميه كده عشان خاطر احط لهم بقى ميه نظيفه، وجبت بتاعت الاوضه بتاعه النوم بتاعتي، عشان بصراحه محتاجه ان انا اعمل فيها تنظيفه عميقه. فقلت يبقى السجاد بتاعي نظيف عشان لما اجي اعمل فيها تنظيفه عميقه افرش بقى كده على نظافه. ما خلصت كده التنظيفه بتاعتي واسيب الارضيه بتاعتي ايه، من غير فرش. خدتهم كده معايا بالمره. انا طبعا يا بنات مش هعمل السجاد كله، بقيت السجاد بتاعي كان نظيف. كان هيبقى حرام عليا ان انا اتعب نفسي واضيع مجهود فيه. انا خدت الحاجات اللي محتاجه بجد انها تتغسل، الحاجات اللي هي متسخه بجد، خدتها وقلت اغسلها كده وانضفها. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش تنسوا كده تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايب قلبي، عشان الفيديو بتاعنا كده يتملي بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبالله عليكي كده ما تخرجي من الفيديو غير وانتي كده ضاغطه اللايك الجميل من ايديك الجميله، عشان خاطر كده الفيديو بتاعنا كده يترفع بالصلاه على النبي. عايزه اقول لكم المشاهدات اليومين دول يا بنات وحشه خالص، بس انا طبعا مكمله معاكم ومكمله عشان اخواتي وحبايب قلبي اللي بيستنوا فيديوهاتي وبيدعموني دايما وبيستنوا الفيديو بتاعي. إيه الله المستعان كده، انا واثقه ومتاكده ان ربنا مش بيضيع تعب حد ابدا ابدا. والله يا بنات ربنا ما بيضيع تعبنا على الفاضي ابدا. بيجي في يوم كده وربنا بيراضي الواحد، بيجي في يوم كده وربنا يعني بيعوضنا بالاحسن والاكتر. الحمد لله والشكر لله. اهم حاجه الواحد يعمل الحاجه اللي تخلصه قدام ربنا. اي شغلانه انت فيها اعمليها بضمير، راعي ربنا في الحاجه اللي انت بتعمليها. ايا كان الحاجه اللي انت بتعمليها دي ايه، راعي ربنا يا حبيبه قلبي في الحاجه اللي انت بتعمليها. وان شاء الله باذن الله ربنا هيجي في يوم وهيكرمك وهيعوضك خير. خلصتهم بقى كده غسلتهم وخدتهم بقى كده معايا في الحمام برضو اشطفهم. وجبت بتاعه اوضه النوم دي برضو قلت كده اما اغسلها يا بنات، لان بصراحه كانت محتاجه انها تتغسل. هو عشان لونها بني مش باين فيها، بس بصراحه البياض بتاعها من قريب كده باين فيه خالص. سلمى بنتي بقى كنت عماله ازعق لها، فجيت بقى في الاخر كده قلت ايه خلاص يا سلمى تعالي ماشي اقفي معايا. كانت عايزه هي بقى تلم معايا الميه وكده، بس كنت خايفه عليها من البرد. والله يا بنات انا بعد ما خلصت فضلت حوالي ساعتين او اكتر تحت البطانيه كده مش قادره، جسمي كله مزفزف وسقعانه. بس طبعا انبسطت ان انا عملت كده الحمد لله. كده بقى يا بنات الصلاة بتاعتي واقفة على ان انا اغسل الحيطان بتاعتها، لان الحيطان بتاعتها متسخة جامد قوي يا بنات. مكان ايد الاطفال اللي عندي، ربنا يا رب يهديهم كده ويهدي اولادكم كده ويصلح احوالهم يا رب. هي طبعا يعتبر الحيطة من تحت، من فوق مش متسخة ولا حاجة. فان شاء الله باذن الله هغسل كده الحيطان بتاعت الصالة، وهفرش بقى الصالة كده بقى واظبطها. طبعا انا خلصت السجاد وكنت بقول لنفسي ايه، انا هخلص السجاد وهغسل الحيطان بالمرة. بس انا بصراحه يا بنات ما قدرتش، والله ما قدرتش، قلت لا. تاني يوم انا طبعا بسجل معاكم الفيديو دلوقتي وهخلص ان شاء الله باذن الله، وهقوم بقى كده امسك الحيطان اغسلها وامسح الصاله تاني واشوف انا هعمل ايه. بس قلت لا، انا كده هاجي على نفسي زياده عن اللزوم ومش هقدر اكمل. فقلت لا كفايه عليا كده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحاجه اللي تقدري تعمليها اعمليها، الحاجه اللي مش تقدري ما تجيش على نفسك. ما تعمليش حاجه غصب عنك، ما تعمليش حاجه مش في استطاعتك. الحاجه بس اللي انت تقدري ان انت تعمليها اعمليها. الحاجة اللي انت مش قادرة لا تتأجل يا حبيبة قلبي، الأيام جاية كتير. كانت آخر حاجة بقى معايا بتاعة المطبخ والمشايتين دول يا بنات، اللي أنا بحط واحدة قدام الحمام وواحدة كده تحت الباسكت الصغير تحت الشاشة عزكم الله. فقلت بقى أغسلهم كده بالمرة. طبعا اللي لو كنت حطيتهم على البلاط كانوا هيفضلوا يتزحلقوا. فحطيتهم كده على بتاعة المطبخ دي، بتاعة المطبخ دي كانت متسخة جدا جدا يا بنات برضو. عايزه اقول لكم فضلت اغسلها كتير، وجيت تحت الحنفيه في الحمام فضلت اغسلها تاني وانا بشطفها. بصوا خدت مني مجهود جامد قوي، بس الحمد لله حاجه كده وراحت من على دماغي. الحمد لله ان انا خلصت، والحمد لله ان انا خدت الدفعه وعملت كده.
قومي بقى يا حبيبه قلبي تشجعي كده وتنشطي، وقومي يلا بقى شوفي كده لو وراكي اي حاجه استعيني بالله وصلي على الرسول واعملي اي حاجه وراكي ان شاء الله باذن الله. انا واثقه ومتاكده ان ربنا هيعينك باذن الله. انت بس اطلبي العون من ربنا واطلبي القوه كده من ربنا، وربنا هيكون عند حسن ظنك باذن الله. هاخدهم بقى كده برضو الحمام، احطهم في الحمام عشان اشطفهم، وهمسك بقى بتاعه المطبخ دي هغسلها كده غسله بصوا فاخر من الاخر، هخليها كده فله، لان بصراحه هي متسخه معايا جامد. فكتر خيرها يا بنات، هي عندي بقالها سنين. بصراحة جميلة جدا، بتستحمل المية، وحلاوتها بقى ان هي من تحت كده عاملة زي الجلد، فلو في مية مثلا طافحة من البلاعة او حاجة ما بتسربش في السجادة من فوق. فبصراحة حلوة قوي قوي، عايزة ان شاء الله اشوف كده واحدة تانية بديل ليها، بس تكون شكل تاني يعني ايه، تبقى مع دي كده بإذن الله. بصراحة نوعيتها حلوة قوي قوي يا بنات، مهما كان في مية في المطبخ من تحت ما بتأثرش على السجادة من فوق. فبصراحة يعني كتر ألف خيرها، معايا بقالها كتير قوي قوي يا بنات. كان عندي واحدة أختها نفس الرسمة، بس ما كانتش جلد من تحت، كانت طرية كده وخفيفة قوي، ما كانتش حلوة بصراحة. أنا حطاها حاليا على الفرن بتاعي اللي على السلم من فوق كده إيه، عشان خاطر الهوا والشمس. المهم خلصت يا حبايب قلبي ونشفت الصالة. وبصوا بقى المقطع ده كده كان تاني يوم النهاردة. بصراحة بقى قلت أمسك كده الكفرات بتاعة القعدة أغسلها، عشان تبقى الصالة كده جاهزة على الفرش. قلت كده اكمل الفيديو معاكم يا حبايب قلبي، عشان الفيديو كده مش يكون صغير، لان انتوا بتفضلوا تقولوا لي يا جيهان الفيديوهات قصيره ليه، طولي في الفيديوهات، احنا بنحبك. ربنا يحبب فيكم خلقه ويرضيكم ويرزقكم بكل حاجه انتوا بتتمنوها، بحق كل كلمه حلوه انتوا بتكتبوها لي يا حبايب قلبي. خلصت بقى الكفرات، مش عارفه كان في مقطع تاني يا بنات وانا بحط المسحوق في الغساله، بس بصراحه ما لقيتوش، ما اعرفش راح فين. المهم حطيت شويه مسحوق وحطيت شويه عجينه وشويه برسيل جل، وبعد كده بقى ايه حطيت الستاره بتاعتي بتاعت الصاله. عايزه اقول لكم بقى كان عندي حافظه كده بني، كنت دايما بحطها في الصاله وبقى لي فتره شايلاها، بس بصراحه كانت مريحاني كتير قوي يا بنات. كنت بشيلها هي واغسلها، وكانت السجاده بتفضل نظيفه تحت. فبصراحه طلعتها كده، اللي انا كنت يا بنات لو تفتكروا اللي انا كنت حطاها في البلكونه، كنت بفرشها للبنات في الاوضه الاضافيه يلعبوا عليها، فانا خدتها كده وقلت هغسلها وهحطها كده فوق السجاده بعد ما افرش واخلص. وعايزه برضو رايكم كده في الاخر لو هتبقى حلوه ولا وحشه، بس في الفيديو الجاي باذن الله. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون نال رضاكم ويكون عند حسن ظن حضراتكم يا حبايب قلبي. اهي دي الحافظه يا بنات، قلت اما اغسلها كده بالمره، ما شاء الله الغساله بتاعتي بتاخد دفايات وبتاخد الحافظه وبتاخد كل حاجه. لان كان جالي كام سؤال، يا جيهان الغساله بتاعتك بينفع يتغسل فيها دفايات؟ بينفع يا حبيبه قلبي يتغسل فيها دفايات، وبغسل فيها المفرش الكبير كمان، وبغسل فيها الحافظه. زودت كده شويه اوكسي، وبعد يا بنات ما تخلص غسيل هادلق الميه دي واحط لها ميه نظيفه. يعني انا بس هنزل كده البهدله اللي فيها وهرجع اعبي لها ميه نظيفه تاني واغسلها. فانا غسلتها وظبطتها كده وحطيتها في الشمس، وان شاء الله باذن الله هخلص معاكم التسجيل واطلع افرش، واستنوني حبايب قلبي في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعايه الله، يلا مع الف سلامه.